السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وهذه قراءة صوت الشعب في صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. نبدأ معكم من جريدة الأهرام. العنوان الرئيسي: الرئيس يتفقد الحدود الغربية، لا تهون في الدفاع عن الوطن والحفاظ على كرامة الشعب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لمقاتلي القوات المسلحة ونسور مصر على ضرباتهم الجوية الناجحة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ على سيادة مصر وعزة وكرامة شعبها العظيم، والرد بكل قوة على أي محاولة للمساس بحدودها ومقدساتها، مؤكدا أنهم أحد الركائز القوية التي تستند إليها القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على كل المستويات. من العنوان الرئيسي لجريدة الأهرام، وأيضا كل الصحف المصرية أيضا تابعت نشاط السيد الرئيس أمس وجولته في المنطقة الغربية العسكرية. إلى جريدة الجمهورية ومتابعة أيضا لنشاط السيد الرئيس، كتبت في الصفحة الأولى: سنرد بقوة على محاولات المساس بالسيادة المصرية. الرئيس: القوات المسلحة جاهزة للحفاظ على الوطن وكرامة الشعب، نتصدى بكل شجاعة وشرف للمخططات التي تستهدف استقرار بلادنا. تحية للضربات الناجحة ضد المجموعات الإرهابية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس: قام بمتابعة إجراءات تأمين حدود الدولة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ومن داخل إحدى الطائرات استطلع الرئيس الحدود الغربية ومناطق انتشار الوحدات والتشكيلات والدوريات المقاتلة المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية لمصر. ووجه الرئيس التحية لمقاتلي القوات المسلحة ونصور قواتنا الجوية على ما حققوه من ضربات ناجحة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، وطالب بضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ على سيادة مصر وعزة وكرامة شعبها العظيم. من الجمهورية إلى اليوم السابع ونشاط الحكومة اللي كان امبارح في اجتماع مجلس الوزراء. خبر يقول: الحكومة تصرف 100,000 جنيه لأسر ضحايا استاد الدفاع الجوي. محلب: راجعنا المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب أمس الأربعاء، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الذين قضوا في ليبيا. ووجه المجلس الشكر للقوات المسلحة الذين أخذوا بثأر الشهداء وأكدوا أنهم درع الوطن وسيفه. وكشفت مصادر أن وزير الرياضة خاطب الجبلية أمس بشأن استئناف الدوري، وأبلغهم بصعوبة مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الدوري للحكومة. أشار محلب إلى أن الشعب مصمم على استكمال المسيرة ومحاربة الإرهاب وبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن، موضحا أنه يتم حاليا الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ، كما تستكمل الحكومة المشروعات القومية التي بدأت في تنفيذها بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه الوطن، وتقوم بمراجعة المسودة النهائية لقانون الاستثمار. من الجمهورية عودة إلى الأهرام والصفحة الأولى وتحت عنوان: مصر وليبيا تطالبان مجلس الأمن بقرار دولي لمواجهة الإرهابيين. كتبت الأهرام: حكومة الثني تؤيد الضربات الجوية وتطالب بالمزيد. وسط ترقب مصري ودولي كبير، عقد مجلس الأمن مساء أمس جلسة لبحث الوضع في ليبيا، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري لقاءات مكثفة مع مندوب الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمناقشة سبل اتخاذ إجراء فعال لمحاربة الإرهاب في ليبيا، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الليبية المؤقتة وقوفها مع مصر رئيسا وحكومة وشعبا ضد خطر الإرهاب على الأراضي الليبية. وقبل بدء الجلسة طالب شكري مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته في ضوء الوضع الخطير في ليبيا، مؤكدا أن المجلس يقع عليه العديد من المسؤوليات. وطلب خلال لقائه بأن طالب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر في تمكين الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية من التصدي للإرهاب المستشري لاستعادة الاستقرار واتخاذ إجراءات منع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة الإرهابية. من الأهرام إلى الجمهورية مرة أخرى والصفحة الأولى وتصريحات طبعا رئيس الوزراء
في عنوان الصفحة الأولى: رئيس الوزراء استعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادي تصل المحطة الأخيرة. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه يتم حاليا الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، كما تستكمل الحكومة المشروعات القومية التي بدأت في تنفيذها رغم التحديات التي تواجه الوطن. قال محلب خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس إن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال عدة إجراءات، من بينها حل مشاكل المستثمرين، وهو ما قطعت فيه شوطا كبيرا، حيث تم الانتهاء من العديد من الملفات المعقدة والعالقة منذ سنوات، وتقوم بمراجعة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد. إلى اليوم السابع والكلام عن التحالفات الانتخابية والانتخابات البرلمانية المقبلة. المعارك الأخيرة في التحالفات الانتخابية قبل ساعات من غلق باب الترشح. في حب مصر تقدم قوائم مرشحيها اليوم، والنور يقدم قائمة القاهرة، والعليا للانتخابات 5053 مرشح تقدموا حتى مساء الثلاثاء، بينهم 3514 مستقل. من معنا على الهاتف لمتابعة الأحوال الجوية. طبعا النهاردة طقس سيء كما تابعنا، وتصريحات أيضا متحدثي الأرصاد الجوية. معنا الهاتف دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ وحيد. صباح الخير يا فندم، أهلا بك يا فندم. أستاذ وحيد، يعني ضعنا في الأجواء وحالة البرد اللي الناس حسها النهاردة، وتوقعاتك بالنسبة أيضا للنهاردة وال 72 ساعة القادمة إن شاء الله. يعني هو حضرتك التوقعات كلها بتشير الى استمرار حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. نعم. هيستمر معنا اليوم وغدا وبعد غد الطقس شديد البروده على مدار ال 24 ساعه، بيصاحبه نشاط للرياح. هذا النشاط من الرياح بيزيد من احساسنا بشده بروده الجو، وبيؤدي الى استمرار الاضطراب في الملاحه البحريه سواء في مسطح البحر الاحمر او البحر المتوسط، وبيصاحب ذلك سقوط امطار غزيره ورعديه على سيناء قد تصل لحد السيول هناك، وامطار على سواحلنا الشماليه ايضا غزيره يمتد تاثيرها حتى القاهره والوجه البحري حتى يوم السبت القادم. طب الامطار، هل الرياح المثاره اليوم هيكون فيها اتربه ولا من غير اتربه النهارده يا استاذ وحيد؟ لا، من غير اتربه خالص حضرتك، مجرد نشاط الرياح فقط يا فندم. طب نصيحتك بالنسبه للناس؟ ارتداء الملابس الثقيله بقدر الامكان حتى نهايه فصل الشتاء لمده شهر جاي تقريبا، لان احنا ما زلنا عرضه للتاثر بمثل هذه الموجات، وهيستمر الطقس شديد البروده اثناء الليل، وحتى ان حدث ارتفاع خلال ساعات النهار، والابتعاد عن كافه الانشطه البحريه سواء في مسطح البحر الاحمر او البحر المتوسط، والقياده بهدوء على كل الطرق نظرا لسقوط الامطار. اشكرك شكرا جزيلا خبير الارصاد الجويه استاذ وحيد سعودي، شكرا جزيلا مره اخرى. حاله الجو صعبه النهارده والناس حاسه بالبرد، وايضا في سقوط امطار خفيفه حتى الان على القاهره في بعض المناطق. طبعا تابعنا كلمه متحدث الارصاد الجويه الاستاذ وحيد سعودي. نتمنى ان الناس كلها تلتزم بهذه التوجيهات والتعليمات عشان خاطر ما تحسش بالبرد، ويعني ونقل اثر الاحساس بالبروده الى حد ما. أتابع معكم قراءة عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم. قبل ما أتابع، معنا على الهاتف اللواء أحمد هشام الخبير المروري ومتابعة أيضا لحالة المرور. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير أستاذ سمير، صباح الخير أسرة قناة صوت الشعب، صباح الخير السادة المشاهدين. معلوم اليوم في عدم استقرار بالنسبة للحالة الجوية في كافة محافظات مدن القاهرة. ده طبعا بيأثر تأثير مباشر على الشارع المصري، سواء بالنسبة للطرق الصحراوية والزراعية، كذلك بالنسبة لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، كذلك بالنسبة للمحافظات جميعها، سواء بالنسبة لداخل المحافظات أو مخارجها أو مداخلها. وده طبعا بينعكس على الحالة المرورية. في كثافات مرورية متحركة في الطرق الصحراوية والزراعية، كذلك بالنسبة لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، كذلك بالنسبة للكباري والمحاور، وكذلك بالنسبة للأنفاق. لكن الحمد لله ما فيش أي تجمعات مائية حتى الآن، الحمد لله ما فيش أي حوادث مرورية تذكر حتى الآن. لكن بننصح السادة المشاهدين الالتزام بقواعد وآداب المرور، الالتزام بالسرعه المقرره داخل المدن والمقرر لها بحد اقصى 60 كيلو متر، مع الالتزام بالمسافه المقرره بين السياره التي امامك والتي لا تتجاوز 3 امتار، كذلك بالنسبه للالتزام بالسرعه المقرره بالطرق الصحراويه والزراعيه واللي هي محدد لها حسب نوع السياره بحد ادنى 80 كيلو وبحد اقصى 110 كيلو متر في الساعه.
كذلك الحمد لله بالنسبه للمنازل والمطالع الكباري الحمد لله في بعض التكدسات المروريه لكن دون حوادث او اي اعاقه لحركه المرور. احنا عندنا مصادمه الان في الطريق الصحراوي امام مبنى حازم حسن المتجه الميداني الرمايه بين 3 سيارات و2 مصابين. الاداره العامه للمرور بنفس الموقع وبيتم عمل اللازم. كذلك عندنا مصادمه اعلى ابو حشيش المتجه الى غمره مصادمه بين سيارتين والموضوع عامله لحد ما عقب حركه المرور ونش المرور توجه لنفس الموقع الان وبيتم عمل اللازم. غير ذلك الحمد لله هدوء تماما الحاله المروريه. اولا ننصح الساده المشاهدين تشغيل المساحات والتاكد من ان فرامل السيارات في حاله سليمه وذلك للحفاظ على حياتهم وعلى حياه الاخرين. ست اللواء، انا شايف بالكاميرا اللي قدامنا اللي بتعرض كوبري 15 مايو وزحام شديد عليه وزحام ايضا في كورنيش النيل في المنطقه في الاتجاه التحرير، زحام شديد ايضا. يا فندم الازدحام دوت نتيجه لخوف الناس من سقوط الامطار فقط لا غير، لكن الحمد لله ما فيش اي حوادث موجوده في نفس المواقع. هي كل المشكله ان كل قائد السيارات خايفين من سقوط الامطار. معلوم بالنسبه لكاوتش السياره ممكن يحصل لا قدر الله انزلاق او ان السياره تنحرف يمينا او يسارا، ففي نوع من الحرص من قائد السيارات ودي حاجه كويسه عشان منعا لاي حوادث. لكن الحمد لله ما فيش اي معوقات سواء معوقات ماديه او معوقات نتيجه حوادث مروريه موجوده بنفس المواقع. وكان نوع من الحرص فقط لا غير ان سقوط الامطار على الارض هو ادى نوع من الحرص من قائد السيارات انهم يلتزموا بالسرعه بهدوء وطبعا ماشيين بسرعه اقل من 15 كيلو متر. شكرا جزيلا الخبير المروري اللواء احمد هشام. وأعود بكم إلى متابعة عناوين الصحف المصرية من الأهرام. صفحة 4: انسحاب مفاجئ لداعش من مواقع بوسط ليبيا بعد الضربات الجوية، غارات على الزنتان واتهامات لجماعات طرابلس وقصف مروحية في الجفرة. أكدت مصادر ليبية أن أفراد تنظيم داعش الإرهابي انسحبوا فجر أمس الأول بشكل كامل ومفاجئ من قرية النوافلية بوسط ليبيا التي تمركزوا بها منذ بضعة أيام دون أن يعرف سبب هذا الانسحاب السريع المفاجئ أو المكان الذي توجهوا إليه. ونقلت بوابة الوسط عن المصدر الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية قوله إن المعلومات تضاربت حول سبب الانسحاب داعش، حيث أشارت مصادر إلى أن الشيخ صالح كريم البهيجي ومحمد بوحواء اجتمع بالقيادي الداعشي علي قعيم القرقعي وطلب منه إخلاء القرية الليلة البارحة، بينما فسرت مصادر أخرى المغادرة بأنها ترجع إلى عدم قدرة التنظيم على الاحتماء من ضربات جوية محتملة. ورجحت المصادر أن يكون توقيت الانسحاب مرتبطا بالخشية من ضربات الطائرات المصرية التي استهدفت مواقع التنظيم في مدينة درنة، فضلا عن تخوفهم من استهداف مواقعهم العسكرية داخل قرية النوفلية من قبل سلاح الجو الليبي، وهو ما أكده أهالي منطقة النوفلية التي تبعد نحو 123 كيلو متر شرق مدينة سرت وسط ليبيا. من الأهرام أعود بكم إلى جريدة الجمهورية والصفحة رقم 3: مصر تطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. كتبت الجمهورية في الصفحة رقم 3: شكري لابد من دعم الحكومة الشرعية في طرابلس. متابعة لنشاط وزير الخارجية في لقاءاته في واشنطن، سلسلة من في نيويورك، اجتماعات مهمة مع مندوبي الدول الدائمة في مجلس الأمن بنيويورك، الصين وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، والتقى أيضا مندوبي أسبانيا وماليزيا وشيلي وأنجولا، كما التقى بان كي مون السكرتير العام الأمم المتحدة. وأكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية أمس أن سامح شكري طالب بضرورة أن يطلع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه تدهور الوضع في ليبيا، مع النظر في ضرورة رفع الحظر المفروض على تزويد الجيش الليبي بالأسلحة باعتباره يمثل سلطة الحكومة الشرعية المنتخبة في ليبيا. وطالب وزير الخارجية بضرورة تزويد الجيش الليبي بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب. وأشار إلى أن أي قرار لمجلس الأمن في هذا الشأن لا بد أن ينص على ضمان منع وصول الأسلحة للجماعات المسلحة الإرهابية. من الجمهورية 3 أيضا متابعة أيضا لجانب من الموضوعات التي أقرت في اجتماع مجلس الوزراء أمس. كل صحيفة كتبت جانبا من الجوانب أو حسب اهتمام الصحفي أو المتابع. مجلس الوزراء برئاسة محلب عزل الموظف الإرهابي والتصالح في مخالفات البناء، 2.5 مليار جنيه زيادة في موازنة التأمين الصحي.
التفاصيل تقول وافق مجلس الوزراء على قانون الكهرباء الجديد الذي يستهدف أن يكون دور الدولة هو تنظيم ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلا من إدارتها بطريقة مباشرة مع حماية المستهلك وتشجيع المستثمرين. كما وافق المجلس على تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق الخصوم في الدعوة. وافق المجلس أيضا على صرف 100,000 جنيه تعويضا لأسرة كل متوفى في أحداث مباراة الزمالك وإنبي. كما وافق على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المحافظات وتنمية المناطق العشوائية، وكذلك على البروتوكول المالي مع فرنسا لتقديم 344 مليون يورو للمساهمة في تمويل الخط الثالث لمترو الأنفاق. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون للتصالح مع بعض مخالفات البناء، وذلك في الأعمال التي يثبت سلامتها الإنشائية، ويسدد المخالف غرامة بقيمة الأعمال المخالفة، وتخصص أغلب الحصيلة لدعم صندوقي الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. طبعا من المتابعات أيضا اليوم السابع كاتب عنوان على خط النار في السلوم، شهادات العائدين من جحيم داعش عن اختطاف المصريين. المسلحون حصلوا على أسماء المسيحيين في سرت واختطفوا 13 من الحوش، و7 آخرين سلمهم السائق وملاك. قطعنا 750 كيلو للوصول إلى مصر. معنا على الهاتف اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح. ست اللواء، صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الخير يا فندم. يعني أرجو أن تضعنا في المشهد لديك والإجراءات اليوم عقب امبارح كان عندكم زيارة كبيرة من السيد الرئيس إلى المنطقة الغربية العسكرية. طبعا هو موضوع الساعة اللي شاغل أهالينا كلهم موضوع القادمين من الجانب نعم. عقب الأحداث اللي تمت. أنا عايز أقول إن الجانب الليبي خلال الفترة اللي فاتت القادمين في اليومين الأولانيين بالمعدل الطبيعي من 200 ل 300 مواطن. أول أمس وأمس العدد عدى حوالي 1500 مواطن قادمين. طبعا في تعزيزات كبيرة في المنفذ، توجيهات القيادة السياسية والسيد وزير الداخلية بتعزيز ضباط أمن الموانئ والجوازات والأمن الوطني والجهات الرقابية لسرعة نقل القادمين. السيد محافظ الاقليم سياده اللواء علاء ابو زيد برضه مشكل غرفه عمليات وعامل كل التسهيلات هناك. نعم. فيعني يمكن امس بس من 8 صباحا لصباح اليوم وصل 1770 مواطن قادمين من الجانب الليبي بيتم نهو اجراءاتهم، حتى اللي هو فاقد جواز سفر او ما معاش وثيقه او هويه للتعرف عليه بيتم استخراج وثيقه له على وجه السرعه تنفيذا للتوجيهات والسماح له بالعبور. الوضع العام بالمنطقه الحمد لله استقرار وتامين كامل، استنفار امني طبعا في القوات المسلحه بجميع اجهزتها على الحدود، فيه تامين من المديريه للطرق والمدقات. انا عايز برضه اناشد من خلال حضرتك ان بعض الاخوه المصريين ما زالوا حتى الان بيحاول الخروج الى الجانب الليبي بطريقه غير شرعيه. امس تم ضبط حوالي 70 مواطن ببعض المدقات بمنطقه سيوه متوجهين للجماهيريه رغم هذه المحاذير. فيا ريت يبقى مناشده برضه للجميع توخي الحذر لاخواننا المتواجدين هناك، وبالنسبه للمتواجدين في الجانب المتواجدين في مصر وعايزين يروحوا يعني ينتظروا فتره لحين استقرار الاوضاع واستتباب الامور اكثر من كده. شكرا جزيلا اللواء العناني حمودة مدير أمن مرسى مطروح. شكرا جزيلا أطلعتنا على الموقف لديكم في المنطقة الغربية أو على الحدود المصرية الغربية وعلى منفذ السلوم البري. نتابع أيضا قراءة هذه الأخبار وما كتبته الصحف المصرية. اليوم السابع تابعت تصريحات وزير الإسكان تحدد 27 فبراير الجاري لإجراء قرعة وحدات دار مصر. ومن اليوم السابع أيضا القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا الأقل من 80 مترا. هذا العنوان كتبته ثم أفردت له تفصيلات أسفل هذا الخبر. نخرج إلى فاصل وينضم إلينا داخل استوديو الصحافة التحليلية في صوت الشعب الكاتب الصحفي الأستاذ سامح عبد الله مدير تحرير الأهرام. انتظاركم بعد فاصل قصير بإذن الله. من جديد في صوت الشعب نتابع معكم أبرز ما تناولته صحف القاهرة بالتحليل. ينضم إلينا محللا ومعلقا على الأخبار
الكاتب الصحفي الاستاذ سامح عبد الله مدير تحرير الاهرام. مرحبا بك استاذ سامح، صباح الخير. اهلا وسهلا، فرصه طيبه. ابدا معك بنشاط السيد الرئيس امس في زيارته للمنطقه الغربيه العسكريه ولمتابعه الاستعدادات القتاليه وجاهزيه القوات المسلحه المصريه لرد اعدوان وحمايه حدودنا الغربيه. وايضا مشهد العائدين، كان معنا منذ قليل اللواء العناني حموده في متابعه لمشهد العائدين من ليبيا من العماله المصريه. كيف تقرا المشهد بعد مرور يومين على الضربه المصريه العسكريه؟ طيب يعني اذن لي في 30 ثانيه بس او 15 ثانيه هعلق على الاغنيه اللي احنا كنا بنسمعها قبل ما ننتقل، عبد الحليم. لان ده نموذج رائع للاغاني الوطنيه من حيث المضمون، من حيث الرساله اللي يجب ان احنا نذاعها في هذه الفتره. ليه؟ لان انا سمعت اغاني اخرى حديثه لمطربين ومطربات بتذاع في التلفزيونات وفي الراديوهات وخلافه، محبطه، فيها ولوله وبكاء ونحيب وعلى الشهداء. ما ينفعش في هذا الوقت. احنا محتاجين لاغاني ترفع من المعنويات وتدفع وتوضح للناس حقيقه ما يحدث، واننا لا نقدم خسائر، ولكن نقدم ثمن لحريتنا تضحيات. نعم، ثمن لحريتنا واستقلالنا واستقرار هذا الوطن ووحده اراضينا. نعم. فما ينفعش ان انا اقول يعني اذيع يعني اي مواد اعلاميه بما فيها الاغاني فيها احباط وعيطي يا ام ومش عارف ايه، ما ينفعش الكلام ده يعني. نعم. فنرجع بقى للموضوع الهام اللي حضرتك تطرقت ليه. طبعا مهم جدا. يعني انا شايف الزياره اللي قام بها رئيس المنطقه الغربيه زياره في وقتها وفي مكانها الطبيعي، في وقت مناسب جدا، لان قبليها بساعات كان في يعني أعمال مصرية قامت بها الطائرات في قصف قوات داعش. نعم، في دارنا وأعتقد في مناطق أخرى ربما. وبفضل الله حققت أهدافها يعني بشكل يفوق الوصف. وأقدر أقول لك يعني وأنا مطمن دلوقتي من غير ما ندخل في تفاصيل إن من قاموا بهذه العملية تم عقابهم. ما تسألنيش يعني ايه، وما تسألنيش ازاي، وما تسألنيش امتى، عشان مش هقول. انما اطمنوا، اللي ذبحوا المصريين ربنا بعت لهم اللي ذبحهم، من الاخر خالص كده يعني، بفضل الله تعالى. والامور هتبان قريب ان شاء الله. والاخوه الليبيين جدعان جدا ومعانا وزي الفل، يعني الامور ما فيش احسن من كده. تمام. فأمر طبيعي إن الرئيس يروح يزور القوات والأبطال النصور اللي قاموا بهذه الأعمال، واللي ويستمع إليهم ويوضح لهم بالظبط إحنا بنعمل إيه. إحنا ما بنعتديش يا جماعة، إحنا بندافع عن أراضينا وبندافع عن شعبنا، وما يصحش إنك أنت يعني تمسك ناس أبرياء ما عملوش أي حاجة خالص وتقوم يعني تعمل منهم مادة دعائية لبث الرعب وإثارة الفتنة. ويعني ما فيش حاجة في الدنيا بتقول كده، ما فيش حاجة في الدنيا بتقول بهذا الشكل. ده حتى ما يقال عن هتلر وما قام به من أعمال يعني رهيبة في الحرب العالمية الثانية ما كانش بيصورها ويذيعها للناس يعني. فيعني هذا الشكل أو هذا النهج غير الإنساني وغير الإسلامي، والذي لا يعني يعبر إلا عن نفوس مريضة أو نفوس مأجورة أو أشخاص مأجورين بيقوموا بده لأهداف معينة، كان لازم ان احنا نتصدى اليه. وبفضل الله حصل. والرئيس لما يروح يسمع لقواتنا البواسل اللي على الحدود ويتناقش معاهم ويديهم توجيهات ويرفع من معنوياتهم ويشكرهم على ما قاموا به، ده امر طبيعي طبعا. تمام. طب والرئيس تابع برضو جاهزيه القوات لاستكمال العطاء في هذا المنطقه؟ ما انا بقول لحضرتك هي المساله كده يعني، المساله العطاء مستمر بحساب. في ناس يعني على فكره غاويه اللي هي غاويه الصيد في الماء العكر. بيقول لك انت هتتورط ومش هتتورط، وانت عندك حرب في سيناء وحرب في ليبيا مش هنتورط. والجيش المصري للي مش عارف يقدر يعمل اللي هو عايزه في سيناء ويعمل اللي هو عايزه في ليبيا، وشوفوا لنا جبهتين 3 كمان نعمل فيهم اللي احنا عايزينه، ويتبقى جيش بعد كده لاي حاجه ثانيه. يعني الله اكبر من غير حسد وبرضه دون الدخول في تفاصيل. ليه؟ لان احنا مش يعني المطلوب في سيناء والمطلوب في ليبيا مش معارك كبرى، ده معارك يعني مواجهات نوعيه او عمليات نوعيه محدوده المدى ومحدوده التاثير اذا تطلب الامر. ولكن اخواتنا في ليبيا الجيش الليبي والقوات المشاركه في معركه الكرامه هم الموجودين على الارض وهم اصحاب العمل الاساسي يعني، واحنا داعمين بس. طب اخدك لنفس الموضوع بصوره اخرى. تابعنا طبعا، حضرتك تابعت الموضوع قمه الارهاب في امريكا واجتماع ايضا مجلس الامن
كيف تابعت الأول كلمة مندوب وزير الخارجية الليبي من الحكومة الشرعية، أو كلمة المندوب الليبي هناك في الأمم المتحدة، وكلمة سامح شكري، كيف تابعتهما؟ يعني اعتقد ان في اتساق ما بين تنسيق. نعم، اتساق تقريبا في المطالب الرؤية والرؤيه ما بين مصر والحكومه الليبيه اللي في طبرق، اللي هي الحكومه الشرعيه المعترف بها دوليا. نعم. وهي ببساطه شديده احنا الاثنين بندور على مصلحه ليبيا، أيوة. في ان تكون دوله مستقره ومستقله وموحده وما فيهاش ارهاب وما فيهاش قوى مسلحه تعيث فسادا في ارجاء البلاد. في ليبيا 1700 جماعه مسلحه، 1700 جماعه مسلحه، منها المتجمع ومنها المتفرق، وتسيطر على مناطق جغرافيه وخلافه. نعم. مين اللي وراهم؟ قوى عظمى، اقولهم لك بالتحديد: امريكا، فرنسا، انجلترا. وامريكا وفرنسا وانجلترا دلوقتي فيما بينهم مقسمين ليبيا، وكل واحد بيتحرك في منطقه. امريكا بتتحرك في طرابلس، وبريطانيا بتتحرك في برقه، وفرنسا قاعده في فزان، وفي قواعد فرنسيه في فزان، وفي قواعد امريكيه عايزين يرجعوها تاني جنب طرابلس، القاعده الامريكيه القديمه اللي قفلها معمر القذافي بعد القصه كبيره جدا. وبالمناسبه ايطاليا عايزه تتدخل في الحرب ليه؟ لان ايطاليا سايبينها بره القصه خالص. فبالتالي تلك القوة التي تسعى لفرض أمر واقع على ليبيا ليس في مصلحة الليبيين، بيساندوا الجماعات اللي موجودة على الأرض، ومن مصلحتهم أن تفضل هذه الجماعات تتناحر تحقيقا لمصالحهم. لأن لو ليبيا استقرت وأصبحت دولة واحدة وقوية وموحدة ومستقرة ومستقلة، يبقى مش هيقدروا يحققوا أهدافهم. فمن هنا بقى حضرتك تيجي تقول لي هيعملوا ايه في مجلس الامن؟ افهم بقى اللي انا حكيته ده، وشوف بقى بناء عليه هيتصرفوا ازاي في مجلس الامن. هيعملوا كل ما من شانهم، او سيمنعوا كل ما من شانه ان يعضد وحده الشعب الليبي ووحده الشعب الليبي وقدره الجيش الشعب الليبي وقدره الجيش الليبي الرسمي وحكومته الشرعيه على ان هو يوحد البلاد. انت بقى هتعمل ايه؟ ده امر تاني بقى. سامح، طب اخدك لنشاط الحكومه، ويمكن معانا خبر ان الحكومه صرحت في اجتماعها امبارح، كان في اجتماع لمجلس الوزراء في اكتر من موضوع. ناخده موضوع كده. معانا موضوع في خبر قلناها قبل حضرتك بتنضم الينا، ان الحكومه هتصرف 100,000 جنيه لاسر ضحايا استاد الدفاع الجوي. تصرف الحكومه كيف تقرأ؟ تصرف الحكومه رائع، ولكن انا بعتقد ان الامر لم يغلق بعد، وان ما حدث في استاد الدفاع الجوي شابه كثير من الاخطاء، ويجب معاقبه المخطئ دون هواده. وانا مش بقول نعدم ولا مش بتاع الكلام الكبير ده. يعني اللي اخطأ في موقعه يتشال، اللي اخطأ ما ينفعش ان انت تعمل بتاع حديد وفي ناس يعني. انا مش بقول وقد يكون خطأ، انا مش بقول ان في ناس سيئة النية وكانت تهدف الى قتل الناس يعني، بس من تصرف بشكل خاطئ يبعد عن مكانه، يطلع وزير، يطلع غفير، يطلع رئيس نادي، يطلع مدير امن المطار، يطلع مدير امن الاستاد. دي امور ما فيهاش هزار، عشان نعرف ان الله حق، وان احنا ما عندناش، احنا بنبني مصر جديدة على اسس جديدة. اللي مش عارف شغله يسيبه. تمام. طب الجمهورية كتبت اللي تعرضت لجانب اللي تناقشوه في المؤتمر في الاجتماع امبارح موضوع استعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادي، بيقول رئيس الوزراء انها تصل لمحطتها الاخيرة. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ يفترض انها تكون وصلت لمحطتها الاخيرة طبعا، لان احنا المفروض المؤتمر ده في شهر مارس القادم، وده مؤتمر مهم جدا ويمكن وسيشكل يعني حجر زاوية او يعني بيسموه بالانجليزي تيرنينج بوينت، يعني محطة مفصلية او محورية على صعيد يعني نهوض مصر. وبالتالي اذا كانت الحكومه حتى الان ما وصلتش للمراحل النهائيه او المحطه النهائيه، يبقى اكيد في خطا ما. ولكن طبعا تصريحات السيد رئيس الوزراء بتقول ان احنا وصلنا للمرحله النهائيه او المراحل الاخيره. ده يعني جيد جدا ورائع جدا. اتمنى بس ان تكون يعني الامور التي وصلت للمرحله النهائيه هي امور كافيه لجذب وتشجيع والمستثمرين والدول وخلافه على ان تاتي وتستثمر. سوف اعود اليك لمناقشه هذا الموضوع، بس بينضم الينا على الهاتف السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجيه. سياده السفير صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بك يا اخي. سياده السفير، مصر وليبيا امبارح طلبوا مجلس الامن بقرار دولي لمواجهه الارهابيين. كيف تابعت هذه الجلسه لمجلس الامن؟ يعني الحقيقه شوف، احنا لازم ناخذ في الاعتبار ان مصر طالبت بمؤتمر دولي لبحث ظاهرة الإرهاب
الارهاب منذ التسعينات، ولم يعني تستجب الدول الكبرى لهذا المطلب. والنهارده اصبح الارهاب ظاهره مست جميع شعوب العالم. احنا لو ننظر النهارده ان الارهاب مس اليابان ومس اوروبا ومس الولايات المتحده ومس استراليا ومس الدول العربيه، اذا اصبح هذا ظاهره او طاعون يؤثر على المجتمع الدولي باسره. النهارده هناك دول متحضره يجب ان تقف صفا واحدا ازاء ظاهره البربريه والهمجيه التي يمثلها الارهاب. يعني قتل العزل الابرياء والتمثيل بهم اعلاميا، يعني اظهار انسان وهو يحترق، واظهار بشر وهم يعدمون علنا، هذه ظاهره بربريه يجب الا يقف العالم مكتوف الايدي ازاءها. فالحقيقه ارى ان ما يحدث الان هو جهد لاستنهاض المجتمع الدولي لمواجهه هذه الآفة التي تهدد الحياه المتحضره في العالم. سيادة السفير، يعني هذا استنهاض للهمم الدولية، إلى أي مدى ترى أن المجتمع الدولي سوف يتحمل مسؤولياته في هذا الأمر؟ شوف، الحقيقة يعني أنا بأرى أن المشكلة هو تسييس موضوع الإرهاب واستغلال بعض الدول للظروف الراهنة لتحقيق أجندات خاصة لها في منطقة الشرق الأوسط. ومن ثم فأنا يعني لا أضع كل جل اهتمامي لماذا سيفعل المجتمع الدولي. أنا بأرى الآن أن الأمن القومي المصري مهدد، المواطن المصري خارج مصر وداخل مصر مهدد، وبالتالي يجب ألا ننتظر ضوء أخضر من أحد حتى نواجه هذه الآفة. مصر ضربت وضربت بشدة وستضرب بشدة أيضا، إن المواطن المصري والأمن القومي المصري مهدد. بشكرك شكرا جزيلا السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، شكرا جزيلا. تعليقك؟ والله سعادة السفير طبعا زي كل السفراء المحترمين راجل دبلوماسي وبيتكلم يعني بنبرة هادية ودبلوماسية رائعة، وانا طبعا بحييه عليها. بس احنا بقى كصحفيين ما عندناش الحسابات ديت وبنقول الامور يعني كما نراها. يعني سعادة السفير بيطالب المجتمع الدولي يصطف. المجتمع الدولي اللي حضرتك عايزه يصطف هو الذي يقوم ببعض منه، يعني او اهم العناصر اللي فيه هو الذي يقوم برعاية الارهاب. طب الان بات لمصر علاقة خاصة سواء بفرنسا أو إيطاليا أو كثير من الأسرة الدولية المؤثرة في مجلس الأمن، إلى أي مدى ترى لهذه العلاقات ظلالا أو تأثيرا على التوجهات؟ مش بالضرورة متطابقة، المصالح متطابقة. يعني فرنسا هي في تماس، خلينا نقول في تماس، ولكن له حدود. مش معنى كده ان الحدود دي ضعيفة، ولكن ممكن يبقى في قضية ما الحدود المنطقة يعني المشتركة كبيرة، وفي مناطق اخرى المنطقة المشتركة اصغر يعني او اقل. وده امر طبيعي، يعني مش طبعا تمام. مفيش المصلحة هي المحرك للدول. نعم، ومفيش دولتين في الدنيا متطابقتين في مصالحهم بالظبط، لان يبقى معناها كده ان الدولتين دول هم نفس الدولة. يعني اذا تطابقت مصلحة دولة مع دولة اخرى، معناه ان انت بتتكلم على دولة واحدة مش على دولتين. اختلاف البقعة الجغرافية والمكان اللي فيه الدولة وحجم الدولة وعدد السكان والاقتصاد والسياسة والعسكرية وخلافه يخلي المصالح مختلفة. تمام. فبالتالي احنا نعم في علاقات وطيده مع فرنسا دلوقتي، ولكن ما ننساش ان فرنسا هي جزء من الاتحاد الاوروبي، وهي ملتزمه بدرجه ما بسياسات الاتحاد الاوروبي، وفي نفس الوقت هي جزء من ال بيسموه التحالف الغربي او يعني حلف الاطلنطي والتحالف الغربي وخلافه. فده برضو بيضع عليها شكل من اشكال يعني مش هقول قيود بس التزامات. وبعدين ما تنساش ان فرنسا ليها مصالح مباشره في ليبيا، فهي ومصالحها قد تتعارض مع مصالح الليبيين ومصالح المصريين في ليبيا. خلينا صرحاء ازاي يعني ازاي فرنسا
تاريخيا كان ليها تواجد في منطقه فزان. فزان دي هي عباره عن ايه حضرتك؟ ليبيا اقسمها بالتلت كده من فوق لتحت، ها، على الحدود المصريه، دي اسمها برقه. وبعدين تعالى بقى في الجزء الباقي يقسموا بالعرض، اللي فوق طرابلس اللي تحت فزان، اللي هو على حدود تشاد يعني. فزان دي منطقه تاريخيا كانت لفرنسا تواجد فيها، ودلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده لفرنسا تواجد عسكري في منطقه فزان، عندهم قاعده في المنطقه هناك. فهو لو انت حضرتك هتوحد لي ليبيا وتقوي الجيش ويبقى الحكومه قويه، ممكن يقولوا لهم امشوا من هناك، امشوا، مش عايزين القاعده بتاعتكم دي ما تلزمناش، مشوها زي ما معمر القذافي عمل يعني. وانا لا اقول بقى معمر حلو او وحش، دي قضيه ثانيه، انا بتكلم على اجراء قام به شخص يعني. نعم. تمام. طيب ليبيا، بريطانيا زي ما قلت لك ليها مصالح في مناطق اخرى، والولايات المتحده لها مصالح. يقال ان القاعده الجويه الامريكيه، القاعده العسكريه الامريكيه السابقه التي تم اغلاقها في عهد القذافي يتم تجديدها الان، ويتم يعني اصلاح بعض محطات الكهرباء الملحقه بها وخلافه. يبقى اذا انت بتعد المنطقه دي. وبالمناسبه هذه القاعده هي الوحيده التي لم تضرب حتى الان في ليبيا، وهي التي تنطلق منها الطائرات المدنيه وخلافه. يعني مطار طرابلس اتضرب، المطار ده اللي يبعد عن مطار طرابلس 30 40 كيلو، لانه برضه هو في حدود مدينه طرابلس يعني، ما زال عاملا حتى الان. ما بيتضربش ليه؟ لان احنا عايزينه يفضل سليم. فاذا يعني المصالح فوق كل شيء. واذا كانت اي دوله سترى يعني، اذا كان احنا الولايات المتحده تدعم محاربه الارهاب نظريا في العراق وفي سوريا، ليه؟ علشان الحرب ديت هي التي ستمهد لقدوم قوات بعد كده، وهياخدوا قاعدتين بالمناسبه في العراق، واحده في الموصل وواحده مش فاكر مكانها فين دلوقتي، اعتقد انها في على الحدود قرب يعني الاردن وسوريا كده، اللي هي اللي فيها مشاكل دي، المنطقه الكبيره، محافظه كبيره انا ناسي اسمها دلوقتي، اللي هي المحافظه اللي على حدود سوريا والاردن. نعم. اللي هي فيها سنه واللي فيها مشاكل مع داعش دلوقتي. نعم. فهنا انا بدعم الارهاب ليه؟ مش بدعم الارهاب، نظريا بحارب الارهاب عشان اقول انا بحاربه، الارهاب قوي، داعش مش عارف مين، لازم نجيب قوات. طب ما هم احتلوا الموصل، طب ما تروح نحرر الموصل. طب نحررها ازاي؟ هبعت قوات جويه؟ لا ما ينفعش. قوات بريه؟ قوات قعدت على الارض، ما نعملها قاعده. يبقى هنا لما انا بحارب الارهاب نظريا، هو طبعا فعليا بيدعموا داعش، وفي تقارير كتير جدا هبقى اوريها لك يعني، او لو كنت اعرف كنت جبتها معايا، عن اسلحه بتترمي من الطائرات الامريكيه لداعش، وقوات عراقيه تتقدم لمحاربه داعش فتضربها الطائرات الامريكيه خطأ. ايوه ده تقارير بالتواريخ والاماكن، يعني في فرصه ثانيه بحكي لك القصص ديت يعني. فهنا الوضع كده. تعال بقى الناحيه الثانيه في ليبيا، في داعش هناك، لا بس احنا عايزين حل سياسي. ليه؟ لان انت لو هتحارب داعش هناك هتسمح لمصر، يعني لو انت بقى عملت المظله لمحاربه، يبقى مصر هتبقى طرف من هذه المساله، ومصر مش هتستناك، مصر هتدخل تخلص. يعني طبعا. فانت مش هتدخل بجيشها، يعني قصدي هتدخل بثقلها يعني. يعني ولو بجيشها كمان القصه يعني. لا يعني قصدي اقول المساله. فهو لا ما يديلكش انت هذه الفرصه بقى، او يحاربك بيها ويقول لك لا عايزين حل سياسي. صح؟ طب ما نعمل حل سياسي مع داعش في العراق وسوريا؟ لا، لان هناك هيسمح للقوات الامريكيه انها تروح، انما هنا هيسمح للقوات المصريه انها تتحرك براحتها فيوقفها لك، وهكذا. نعم. طب اسالك سؤال يعني مرتبط بنفس القصه، يعني ربما مش مكتوب في ضمن اخبارنا، ولكن التقارب الايراني الامريكي، تاثير المفاوضات اللي هتبدا قريب جدا بينهم وبين بعض، وتاثير ظلالها على اداء الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه. والله حضرتك انا بتكلم من زمان في سكه، وكل الناس بتتكلم في سكه ثانيه. انا بقول ان امريكا وايران اصحاب، وامريكا ستسمح لايران بانها تعمل قنبله نوويه. الكلام ده انا بقوله من 10 سنين او اقل شويه، والناس يعني ايه مش متنبهه، مش واخده بالها، او يعني بتصدق الكلام اللي بيتقال في الجرايد والكلام اللي احنا بنكتبه يعني، وطبعا كله كلام كويس بس بس في كلام يعني بيصدقوا الاعلام وخلافه. طب ما الاعلام ما انتوا اللي بتكتبوا، المفروض ان انتوا تكتبوا استنادا على تقارير الغربي. نعم. الاعلام الغربي هو اللي مسيطر، ووكالات الانباء اصلها غربي يعني طب ما هو وهي طب بعد اذنك، نعم، مثلا رويتر بتكتب استنادا الى معلومات حقيقيه، مثلا لما داعش بعد بترول ليبيا وبعد بترول
العراق باعته بفواتير، رويتر بتقدمها كخدمه، صح. خدمه فواتير عندهم بتعرف باع اليمين والساعه كام، وقالوا انه مستفيد تركيا واسرائيل. طب قبل ما اكمل معاك استاذنك، معانا مداخله تليفونيه الزميل عمرو المليجي في منطقه القناه. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير زميلي سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه صوت الشعب. صباح الخير. برحب بيك يا عمرو. النهارده المؤتمر بدأ ولا انتهى؟ يعني احنا يعتبر في انتظار بدايه المؤتمر الصحفي ووصول لواء اركان حرب كامل الوزير رئيس اركان الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والمشرف على المشروع، واحنا يعني تواجدنا بالفعل في الموقع اللي اختاره النهارده، وهو التفريعه الغربيه لمنطقه البلاح، والتي تقوم كراكات هيئه قناه السويس وايضا بعض المعدات الهندسيه باعمال توسيع وتعميق هذه التفريعه من 240 متر الى 300 متر حسب رؤيه هيئه قناه السويس بحسب ما تم اعلانه من قبل. يعني اجمالي اعمال التكريك اليوم وصلت الى 65.5 مليون متر مكعب من الكراكات اللي بتشارك اليوم، وعددها وصل الى 30 كراكه. بنلاحظ ان احنا اخر اسبوعين كنا بنتحدث عن 22 كراكه ثم 25 ثم 29 واليوم وصلنا الى 30 كراكه. كل يوم في وصول كراكات جديده، المنتظر في النهايه تصل اجمالي هذه الكراكات الى 37 الى 39 كراكه المشاركه في هذه الاعمال. يا عمرو انت قلت لي امبارح انهم هيبقوا 35، النهارده بتقول 37 ل 39. نعم، يعني يتراوح ما بين 37 و 39 حسب الاحتياجات الخاصه باعمال التكريك والوصول بالمعدلات لما تم الاتفاق عليه، وهو رفع 250 مليون متر مكعب من هذه الرمال، وحسب نوعيه الكراكات ايضا. يعني باعتبار انه في الفتره المتقدمه بدايه من شهر ابريل هيكون في نوعيات معينه من الكراكات، كراكات ماصه بتكون لها قدره عاليه على شفط الرمال وتوسيع المجرى الملاحي، وبالتالي احنا بنتحدث عن المنطقه اللي احنا فيها 5 كراكات هيئه قناه السويس. المنطقه الرئيسيه ال 35 كيلومتر بعد انتهاء اعمال الحفر الخاص بهذه المنطقه فيها 15 كراكه و10 كراكات متواجدين في منطقه البحيرات الكبرى للتحالف البلجيكي الامريكي. على صعيد الاعمال الخاصه بالمعدات الهندسيه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه يعني تم رفع 199 مليون من اجمالي 230 مليون متر مكعب من المستهدف في الفتره الحاليه، وحوالي يمثل نسبه 86% تقريبا من المستهدف وهو 230 مليون. ايضا هناك موضوع الخاص ب يعني الانفاق واللي تم بدات بالفعل توزيعها على الشركات المنفذه. المجموعه الاولى من الانفاق بتنفذ في الكيلو 73 ترقيم القناه، نفقين سكه حديد، نفقين للسيارات ونفق للسكه الحديد. ايضا المجموعه الاخرى جنوب بورسعيد كيلو 19 نفس الوضع، والشركات استلمت بالفعل المواقع الخاصه بها، وبدا عمل المداخل الخاصه بهذه الانفاق من جهه كل محافظه سواء محافظه اسماعيليه او محافظه بورسعيد. شكرا جزيلا عمرو، شكرا على وجودك معانا، وان شاء الله هتابع معاك في بقيه الفقرات بعد انتهاء المؤتمر الصحفي ان شاء الله. شكرا الزميل عمرو المليجي من منطقه قناه السويس. سمح اعود اليك مره اخرى لاستكمال اجابتك على سؤالنا، عشان ده اللي هنختم بيه موضوعنا اللي اعتبره انه موضوع الساعه وحل الساعه. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن التقارب الامريكي الايراني، وهل له تاثيره وظلاله على الاداء الولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام؟ والله يعني هو انا مش شايف ان في جديد بيحصل. يعني اذا كان في تقارب او مش تقارب، انا شايف هذا التقارب من زمان، او شايف ان ما فيش مشاكل من زمان. وقراءتي للسياسه الامريكيه في المنطقه هنا انها تعمل على اثاره التوتر والقلاقل والخلافات والصراعات حتى تتمكن من فرض سيطرتها هنا من غير ما ترسل جيوش قويه زي ما عملت قبل كده في العراق وزي ما عملت في فيتنام وخلافه. فهو احد المحاور المهمه جدا لاثاره هذا الصراع او هذا التوتر هو الصراع السني الشيعي. فهي عشان كده بتساند ايران وبتساندها لكي تقوى وتكبر وتبدا تهدد المنطقه بتاعتنا، واحنا نتخانق معاها ونقعد احنا الاثنين نتخانق مع بعض. فيعني ده احد المحاور التي تستخدمها الولايات المتحده لاثاره القلاقل في المنطقه والتوترات. في عباره موجزه، توقعاتك بالنسبه للحرب على الارهاب ودعم، في عباره موجزه عشان ادخل النشر. اذا مصر هي اذا كنا اولا المجتمع الدولي لا يحارب الارهاب، المجتمع الدولي يساند الارهاب ويدعم الارهاب لانه يخدم مصالحه. اثنين، اذا كان لهذه المنطقه ان تقوم وتستعيد مره ثانيه استقرارها فهو من مصر ومصر فقط ومصر فقط ومصر فقط. إذا تحركت مصر بمساندة الدول العربية الشقيقة ونحن نتحرك بمساندته يعني جميعا مع الآن نعم. إذا تحركنا وبقوة للدفاع عن مصالحنا فهو ده الحل الوحيد، غير كده
سامح عبد الله مدير تحليل الاهرام، بشكرك شكرا جزيلا، امتعتني برؤيتك التحليليه للوضع في منطقه الشرق الاوسط. بشكرك على وجودك معنا صوت الشعب. معاكم ان شاء الله بعد الفاصل نلتقي بكم باذن الله، ومصر على الهواء وقضيه للمناقشه ايضا، ثم نتبعها بفقره اخرى ثالثه صوت الجماهير. تابعونا وتواصلوا معنا في صوت الشعب، فانتظاركم باذن الله. شكرا لحسن المتابعه.